شنو غادي يوقع الا خدينا ملعقه من بذور الشيا مع الحامض لمده شهر كامل؟ اولا كيعاون الناس اللي باغا تنقص في الوزن على تخسيس الوزن، لان هذه الوصفه كتساعد على احراق الدهون وطرد السموم المتراكمه في الجسم. علاش دائما ما كندير هذه الوصفه ديال الشيا؟ لانها فيها فوائد كثيره. اولا بذور الشيا كتحتوي على 20% من البروتين، 31% من احتياجك اليومي للمغنيسيوم. يعني الا كان الجسم ناقص مغنيسيوم دائما ما كتحسوا بواحد الشعور بالارهاق والتعب. الا خدينا كاس كل صباح او هذه الوصفه غتحسوا بواحد الحيويه وواحد النشاط ليومكم كامل. 5 المرات كالسيوم اكثر من الحليب. مضادات الاكسده اكثر من التوت الازرق اللي معروف عليه في علم الاغذيه وفي الطبيعه على ان اكثر فاكهه كتحتوي على مضادات الاكسده. 100% من الاوميغا 3 اكثر من الحوت الابيض وعلى راسهم السلمون. 41% من احتياج جسمنا اليومي للالياف. 3 المرات اكثر من السبانخ والباربه بالنسبه للناس اللي مرض فقر الدم. 64% من البوتاسيوم اكثر من البنان او من الموز. زائد كما سبق لي وقلت ان هذه الوصفه كتحسس بواحد الشعور بالشبع على اليوم كامل الا خديناها بعد وجبات الفطور. بالنسبه للناس اللي بغاو ينقصوا في الوزن فصالحه للعوام، يعني حتى الناس اللي ناقصين في الوزن يقدروا يستعملوا هذه الوصفه. صالحه جميع انواع الناس كما قلت لكم، كطرد السموم من الجسم باستثناء الحوامل والمرضعات اللي كيرضعوا رضاعه طبيعيه والناس اللي عندهم التهاب القولون التقرحي.